صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة اللقاء. عندنا لكم في بث مباشر جديد من دار بوعزة. دار بوعزة اللي كتعرف هاد الايامات واحد عملية الهدم في جميع تراب عمالة نواصر. اي حاجة عشوائية او مخالفة للقانون كيتم الهدم ديالها. كما كنشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا نموذج تاع واحد الشركات او محلات تجارية تم الهدم ديالهم. مشاهدينا الكرام، هذه شركة او معمل او ديبو تم الهدم ديالو. كما كنشاهدوا مشاهدينا الكرام، دار بوعزة على سخين، على طبق ساخن. اي حاجه على الطريق مخالفه للقانون الا كيتم الهدم ديالها. مشاهدينا الكرام، كنجي نقرر لكم من الصوره. هاد المستودع او الشركه تهدمات باكملها، ما خلاوش شي حاجه فيها صحيحه، كيخليو غير الارض. اما الجدران او البنايه اللي تاع السقف وداكشي كلشي كيتحيد. مساحه كبيره تاع المستودع او الشركه اللي تلابس. كنزيد نقرب لكم مشاهدينا الكرام من الصوره. ما علينا نقولوا الله يعوض هاد السيد مول هاد الشركه او مول هاد المستودع، الله يعوضو والله يصبرو. صراحة هاد الأيام الأخيرة كنشوفوا عمليات الهدم في دار بوعزة غير مسبوقة. جنبات الطريق الرئيسية كما كنقولوا الطريق الساحلية، الطريق اللي على البحر، أي حاجة عشوائية قرب من الطريق إلا كيتم الهدم ديالها. مشاهدينا الكرام، السؤال المطروح: واش هاد الناس كي كتتم التعويض ديالهم او انه كيخليو الارض حيت كان مخالف للقانون؟ هذا السؤال مطروح. ما عنديش انا الاجابه شخصيا. انا بغيت نعرف حقيقه هذا السؤال: واش هاد الناس
اللي كيريبوا لي كيكون استفاده من عند الناس المسؤولين او المعنيه بالامر، او كيخليو لي غير الارض ديالو. كما كنشاهدوا معنا الواجهه، هذه هي الواجهه مشاهدينا الكرام تاع هذه الشركه. مشاهدينا الكرام، نودعكم إلى بث مباشر آخر بإذن الله. نستودعكم وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله.